الغسيل كله في الشنطه، كله تمام. ماشي يا دورو، شكرا، مع السلامه انت. في امان الله. قالت لك مع السلامه. في امان الله. سلام يا دورو، سلام انت، سلام. لا ايه؟ لا مش هقدر. ايه في ايه؟ سواقة أميرة بتخليني عايزة أرجعها. لا بصي بقى، لفي ورجعي ورا، بجد انت هرتينا ترجيع. بقول لكم ايه يا جماعه، هو عادي كده اننا نسيب كارمن جوه لوحدها محبوسه؟ لا مش عادي، بس احنا هنرجع لها طبعا. وبعدين انا معايا تليفونها عشان ما تعرفش تتصل بحد. ايه اميره، ما تسوقي. حاضر، سترك علينا يا رب، ده احنا غلاب. طب حد معاه أي شنطة طيب عشان لو عرفت أرجع فيها؟ ساتر يا رب. ريلاكس ريلاكس، دي فكره الترجيع من دماغي. يلا ادخلوا بسرعه. مش قادرة. بس اميره ونحله، انتوا تروحوا بعد ما نخلص على الراجل ده، تروحوا تركنوا العربيه في اي حته من الدرقيه. حاضر. ممكن نسيبها قدام بيت كارمن عشان ندبسها وما تبلغش عننا. طب نودي ده الراجل تقيلة قوي يا جماعة. أنا كده هسقط، أنا مش المفروض أشيل حاجة تقيلة. طيب روحوا ناحيه الثلاجه، ناحيه الثلاجه. دينا ده انت اوفر افوره، ده انا كنت بطلع الصيفي وانزل الشتوي وكنت بمسك البيت انكته نكت ولا كان بيحصل لي حاجه. كنت بتعملي حاجات دي ازاي يعني؟ اي كانت بليف، بس انت شويه ده وقته. هنودي الراجل فين وبعدين نزلوه تحت، وبعدين ايه، انا هفتح الثلاجه وبعدين نحطه جوه الثلاجه. حاضر، واحده واحده، ها بالراحه. ازازه الترايفل انا شاريها بالدولار. حصل خير. يبقى بعدين نشوف موضوع الترايفل ده، هتعملي ايه بالترايفل وانتي مسجونه؟ صح. طيب عدوني عشان افتح الثلاجه. احنا والله العظيم هنروح النار. ايوه، ايه اللي احنا عملناه في الراجل ده؟ استني. هنروح النار ليه؟ عشان وقعنا على الجثة سوس؟ يلا شيلي. هاجي ناحيتي عشان اعرف اشيل. خلي من رجله، لا من راسه. امسكوا معايا. انا مش قلت لكم امسكوا معايا؟ ايه ده؟ الاستهبال ده عيب قوي اللي حصل ده على فكره. دفنتوه؟ طبعا مش هنقولك، وتليفونك معايا مش هديهولك. لا ما انا اكيد مش هورطكم، بس دفنتوه فين؟ لا انت ما بقيتيش تضمني. بقول لك ايه يا ابو سيمه، احنا محتاجين نستحمى عشان ننزل التراب اللي علينا. بصراحه يا كارمن احنا كان لازم نورطك معانا عشان نضمن ان انت ما تبلغيش عننا البوليس. نهار اسود، دفنتوه في البيت عندي؟ يعني هو انت يرضيكي ان ليلى تربيها ساره؟ نهار اسود. طب احنا دلوقتي دفنا الجثه وخبينا العربيه، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا اقول لكم احنا نعمل ايه. احنا نعمل زي ما انا ما بعمل اول ما بتحط في مشكله كبيره، احنا ننام على الموضوع وبعدين نصحى الصبح هنكون بقى هاديين ورايقين كده وفايقين، نلاقي الحل على طول. فعلا انا تعبانه ومحتاجه استحمى وانام واكل. مين بس اللي هيجيله نفس ينام بعد الليله الطويله دي؟ طب بقول لكم ايه يا جماعه بقى، تعالوا نعمل مديتيشن والنوم هيجي. يلا وننام على الموضوع.